والله ما وقعت عيني في باب الحج والعمرة على أحسن من هذا الكتاب. هذا الكتاب لشيخنا العلامة الفقيه الأصولي وشيخ المشايخ في الجزائر محمد علي فنكوس حفظه الله، وسمى الكتاب العمدة في أعمال الحج والعمرة. قرأنا كتبا والله ما وجدت خيرا منه، هذا في حد علمي، والعلم عند الله في كتاب سلفي مدجج بالأدلة مختف فيه آثار النبي صلى الله عليه وسلم، مبينا فيه الراجح من أقوال العلماء، وهذا يدل على علو كعب هذا الرجل في العلم، وأن الله عز وجل قد اصطفاه وحباه ومن الله عليه بالعلم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، يختص برحمته من يشاء. قد من الله عليه بالعلم، وقد وفق في كتابات كثيرة قد كتبها وشهد بها القاصي والداني. شهد بها القاصي والداني يا إخوان، هذا كتابه ينطق بالحق يا إخوان، بيننا وبينهم كما قال الشيخ ربيع الكتب أو الكتاب، فلينظروا فيه ولينظروا في علم الشيخ وفي تأصيله وتقريره واستدلالاته، فرحمه الله حيا وميتا، ونفع الله به العباد والبلاد. ونحاول أو سنقرأ منه إن شاء الله شيئا إن كتب الله عز وجل وقتا